السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة كلام في الكورة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لو لسه مشتركتش في القناة لحد دلوقتي أو أول مرة تشوفني وتتابعني وتشوف فيديوهاتي على اليوتيوب، خش دلوقتي تابعني وخش دلوقتي اعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد بقدمه إن شاء الله. ونخش في موضوع النهاردة وهو مباراة النادي الأهلي والمصري البورسعيدي اللي انتهت بالتعادل السلبي 0-0، وكانت بتقام في استاد برج العرب في الإسكندرية، وكانت أجواء ممطرة. المباراة زي ما ابتدت زي ما انتهت. أداء النادي الأهلي سلبي جدا جدا، يعني أداء مش اللي هو الجمهور كان مستني، لأن الجمهور كان مستني أصلا يا جماعة للتوضيح. والناس اللي بتفهم كورة والناس اللي فعلا عندها فكر كروي وكل حاجة في الكرة يعني فاهمها صح، إن النادي الأهلي لو كان كسب الماتش بتاع النهاردة كان هيخش على مباراة الزمالك وهو مستريح. معناه إيه الكلام ده بقى؟ يعني لو النادي الأهلي كان كسب النهاردة كان هيبقى كام؟ 33 نقطة. الزمالك كام؟ 26 نقطة. كان هيبقى فرق كام نقطة؟ 7 نقط. فأنت كده كنت هتبقى ضاغط عليه، يعني كنت هتبقى ضاغط عليه وهو داخل الماتش مضغوط. هو اللي كان هيبقى متسرع في المباراة، هو اللي كنت هتلاقي عنده أخطاء كتيرة بسبب التسرع ده. لا، انت كنت هتخش المباراة وانت مستريح. بس التعادل النهاردة ده يا باشا، يا كل لعيبة النادي الأهلي يا مجلس إدارة النادي الأهلي، فانت التاني حطيت نفسك في ضغط. انت التاني برضو حطيت نفسك في نفس الخانة بتاع الزمالك، بقيتوا انتوا الاتنين في ضغط. فكده الزمالك التاني هيفكر شوية، اللي هو هيخش لك بقى من ناحية ان انا اللي داخل مستريح، مع ان هو يعني انت فارق كمان عنه 5 نقط كده. انت فارق عنه ب5 نقط بس. كان ممكن تكسب المصري البورسعيدي النهاردة وتفرق بالصدارة وتبقى حاجة كويسة، وكان ممكن تطور من الأداء ده. النهاردة المدرب عمل كل حاجة بصراحة يا جماعة. مارسيل كولر عمل كل حاجة، تغييرات كويسة. يعني شادي حسين بمحمد شريف تمام، احمد عبد القادر ببرونو سافيو تمام، عمرو السولية بحمدي فتحي تمام. كل اللاعيبه اللي اتبدلت، اللاعيبه اللي نزل تمام واللي خرج يعني ما كانش موفق شويه. بس محمد شريف علامه استفهام، علامه استفهام كده غريبه. كورتين يجي يلم يتقطع، يعني انا مش فاهم. انت مهاجم ازاي؟ انت شريف المخيف الحريف ازاي؟ انا مش بنتقد اولا يعني، بس فين محمد شريف بتاع زمان؟ فين محمد شريف الحريف المخيف يا لطيف يا لطيف؟ فين كله ده؟ راح فين محمد شريف؟ رجعوا لنا محمد شريف بتاع الاول، هداف انبي وهداف الاهلي في اول موسم في الدوري لما جالنا من انبي. رجعوا لنا محمد شريف ده، احنا عايزين محمد شريف ده. يا ريت هو يسمعني او يشوفني. ارجع محمد شريف زي ما كنت الاول. علامة استفهام على محمد شريف. حتى في الكرة اللي اتصاب فيها قفشة، الحكم ما صفرش واللعب ما وقفش، والسكند بول انت خدتها، الكرة التانية رجعت لك والجون فاضي. الجون 7 متر و35 سنتي تقريبا في 2 متر و15 سنتي طول في عرض. طب بتشوط في ايه؟ ايه يا كابتن محمد يا شريف؟ انا حزنت عليك بصراحة في اللقطة دي. الكرة دي لو كان جاب جون كان حتى إصابة مجدي قفشة كان هيبقى لها معنى، لكن انت ضيعت حاجات كتير أوي النهاردة.
ضيعت حاجات كتير فعلا. احنا كان المفروض نخش على مباراة الزمالك يا جدعان واحنا كاسبين النصر. كنت هتخش لعب الزمالك بصراحة، كنت هتخش لعب الزمالك حرفيا. ايه اللي حصل بقى في اداء النهارده ده؟ اداء مش كويس. ده الاربع فرق اللي وراك احسب معاهم الاتحاد، يعني ما تسيبوش، لان الاتحاد مركز خامس في الدوري. الاتحاد والزمالك اتعادلوا امبارح. بيراميدز وفيوتشر اتعادلوا امبارح. قدموا لك قدموا لك هدية على طبق من الماس. وكنت طلعت انا في فيديو امبارح وقلت قدموا هدية ويا رب الاهلي ما يفرطش فيها ويتعامل معاها بشكل صحيح. والاهلي فرط فيها وما تعاملش معاها بشكل صحيح. يعني اللي اقدر اشيد بيه النهارده في الموضوع كله وفي لعيبه الاهلي كلها هو الكابتن محمد الشناوي. الشناوي ده مهما يكبر، مهما يعمل من اخطاء، مش بقولك مهما يعمل من اخطاء ان احنا نغفرها له، لا، هو حارس مصر الاول، هو وحش افريقيا، هو زي ما هو. التصدي اللي عمله هتقولي طب ما هو جد عمل تصدي زيه. لا، شوف بقى التصدي بتاع الشناوي. التصدي بتاع جاد، احمد عبد القادر حاططها له في مكانه. يعني هو لقاها في رجله. هو ما صدهاش بايديه ولا اترمى عليها ولا عمل فيها سسبنس ولا الكلام ده. هو لقاها في رجله وحمد ربنا انها لقاها في رجله. لكن تصدي الشناوي اتفرج بقى عليه. ماشي يا باشا، لكل اللي بيتفرجوا على الفيديو اتفرج على تصدي الشناوي. يعني جريندو حاططها له في مكان صعب، لكن الشناوي طلع عليه قافل ومضلم 7 متر من فوق ومن تحت وال2 متر وقافل الجون كله. ربنا يحميك يا شناوي بصراحة، وهو ده اللاعب الوحيد اللي أنا بشيد بيه. ومحمد مجدي قفشة في الأسيست اللي عمله للشحات. الكرة دي ما بتفكركمش الكرة للشحات برضه قبل كده في ماتش الزمالك في المباراة نهائي أفريقيا، نهائي القرن؟ برضه كانت كرة زي دي. بس والله انا مش فاكر كان مين اللي عامل له الاسيست ساعتها. بس هي برضو كرة شبه دي، ديكها برضو حكت في العارضة بتاع الزمالك، ودي عدت جنب العارضة بسنتيمتر. الشحات التاني حطه جنب، يعني مش ما تحطوش جنب محمد شريف عشان عمل شوية لمسات وحاجات حلوة النهاردة. بس برضو محتاج يطور الفينش بتاعه. كل اللعيبة النهاردة على علامة استفهام في أدائها. وبكده تكون نهاية الفيديو بتاعنا، وبتمنى ان انتوا تخشوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وسلام يا احلى ناس على اليوتيوب كلها.